فيديوهات كتير اتنشرت في الايام اللي فاتت عن غرق المتحف المصري وبتاع وحاجات كده. مسكنا احنا في البديهيات بتاعت الناس وقلنا لهم يا جدعان المتحف المصري 23 سنه بيتبني، مش معقول يعني 23 سنه كانوا عجاف يعني مفيش ولا مطره فيهم عشان خاطر يركزوا شويتين هما بيظبطوا. قال لك مشكله هندسيه. طب ايه رايك بقى اللي مفيش مشكله هندسيه ولا نيله ومفيش اي حاجه من الحاجات دي؟ طب في فيديوهات. انا بقى لقيت حاجه في فيديو صغير خالص كده يوريك القصه رايحه فين. الفيديو فيه الصورة دي، متخيلين ماس كهربائي والناس مش عارفة تعيش والمعابد بتولع والآثار المصرية. هما كانوا بيغطوا معبد الكرنك بس ما علينا مش مشكلة، المهم ان احنا عندنا متحف وحاجة مقفولة المفروض. طيب اخش بقى في قلب البتاع اتفرج الاقي ناس كتير معلقة الله، وبص الاقي تحت كده حاجة صغيرة خالص كده بقراها اعلانات مدفوعة او حاجة مدفوعة، فيديوهات مدفوعة. ايه مدفوعة دي؟ يعني واخدين فلوس عشان خاطر يطلعوها. فالقصة بانت يعني مش قصة، الناس مش عبيطة، مش ناس هتبقى بعد 23 سنة من غير مطر يجي مرة واحدة عشان خاطر يعرفوا إذا كان ده هيغرق وده مش هيغرق. الدنيا بسيطة يا جدعان، احنا مش بنلعب يعني. خلاص الدنيا بسيطة وعرفنا اللي احنا عندنا ناس بسم الله ما شاء الله عليها متوسط، بس الحمد لله يعني الحمد لله عرفت ان في ناس عندها اهتمام بالآثار المصرية وابتدوا يجوا مصر، ولسه كل حاجة زي ما هي وكل حاجة زي الفل وجميلة، ومصر بتنور بالناس اللي بتشرفها ان شاء الله وتنورونا وتشرفونا. كل حاجه حلوه هتلاقيها في مصر، مش بس المتحف، ده احنا عندنا بقى متحف وعندنا معابد وعندنا اهرامات وعندنا اثار وعندنا حاجات بقى في الاقصر واسوان عشان خاطر الناس البردانين. تنورونا وتشرفونا في كل مكان في مصر، تشرفوا وتنوروا. اهلا وسهلا بالجميع يا رب العالمين في مصر الجميله دائما. تنورونا. السلام عليكم.